بالله عليكي كلام في الموضوع ده تاني كده خلاص. يعني خلاص يا احمد، ده اخرة اللي بينا يا احمد؟ انا عملت فيك ايه وحش يا احمد عشان تعمل فيا كده يا احمد؟ يا بنت الحلال البعد هيبقى ارحم ليكي جابلاني والله. يا احمد انا بحبك يا احمد، يا احمد انا شايلك على راسي انت وابوك يا احمد. طب يا سيدي لو على ابوك والله هبوس على راسه وعلى رجله، بس ما تخربش بيتي يا احمد. بالله عليكي ما تتكلم في الموضوع ده تاني، توكل على الله. يا احمد ما انت عارف يا احمد ان بابا ميت وما عنديش اخوات يا احمد، وماما على قد حالها يا احمد. اروح توكل على الله يا اعمل بنت ايه هناك الحلال، يا احمد؟ توكل على الله يا بنت الحلال. يا احمد فكر تاني يا احمد. فكرت تاني وتالت. هانت عليك العشره يا احمد. توكل على الله يا بنت الحلال. طب انت مش رايح الشغل تاخدني لا لا معاك؟ لا مش رايح الشغل النهارده. ده اللي انت شايفه يا احمد؟ اه اللي انا شايفه. روحي يا ابله غوري، المركب اللي تودي اجوز الست ستك. روحي. مشيت اهو، عملت لك اللي انت عايزه، اهم حاجه عندي بس رضاك يابا، اديني الدنيا كلها. يا ده على برافو، انت ابن حبيبي كده اللي خلفته وجي من ظهري، وما تقلقش هجوزك بدل واحده اتنين. تمام، دي بنت سهولنا كده، بص ما تنزليش من زور، انا ما كنتش عايزها اصلا من الاول، بس انت كده عملت الصح. المهم يلا بينا عشان نوصل لاستاذ حماده المحامي. بص ابوه الله يرحمه كان حبيبي، وده استاذ في القانون، بص ضليع، ده اللي هيخلصنا منها كده زي الشعره من العجين. مش هتاخد ولا جنيه، عشان هي دلوقتي هتروح لامها وهتقول لها على اللي حصل، امها هتلعب في ودانها وهتقول لها نروح لمحامي وكده، فاحنا نسبق قبل كل حاجه. يلا ادخل غير كده عشان نروح. لا انا زمان انا لابس اهو. خلاص طب يلا بينا. ماشي يلا يا ابني. تعالى يا ابني اقعد. جايبك استاذ حماده، بص من الاخر استاذ قانون، ده اللي هيبص هيلفف حماتك حوالين نفسها هي ومراتك، وما تقلقش انا هجوزك ستها. ده استاذ في القانون، وابوه الله يرحمه كان حبيبي، ومش هيرفض لها اي طلب. تمام، خليك ورايا هتكسب على خيرة الله. بأمر الله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حماده. عم علي على ما اتذكر. تسلم. عامل ايه؟ فاكرنا هو لسه. امال مين الاستاذ؟ احمد ابني. لا والله. انت احمد؟ ده انت كنت قد كده يا عم. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده كبر يا عم واتجوز ما شاء الله. ابويا الله يرحمه موصيني عليك على فكره. الله يرحمه كان حبيبي الروح بالروح. طب هستأذنك بس اخلص مكالمه كده وهتلاقيني معاك على طول. طيب اتفضل. ايه يا ابني؟ كان عندك جلسه النهارده يا ابني، ما جيتش ليه؟ اخوك في ظهرك يابا، دخلت مكانك واجلتها لك. حبيبه مع المستشار. ماشي يا عم الناس، يلا بس بقول لك ايه، مردوده. عارف اللي عندك يابا. ماشي يابا، يلا سلام. سلام. لا مؤاخذة يا عم علي. ولا يهمك. مؤاخذة يا باشا. ولا يهمك حبيبي. ايه الموضوع؟ اقدر اخدمك بايه؟ تسلم. الموضوع ان احمد بيتجوز بقاله سنه. ومتجوز كمان؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ ايه بس بص انا مراته بص ما بتنزليش من هنا. ووشها يقطع الخميره من البيت. وامها ست نكديه. لا انت اللي يزعلك يزعلني، ما انت عارف. تسلم، وده العشم. فمن الاخر انا عايز اطلقها. تمام. عشان ان شاء الله ايه قبل ما امها هتعمل اي حاجه وتروح وتقدم فيه. تعمل اي حاجه في مين يا بيه؟ في احمد. يا عم علي، يا عم علي ما تغلطش عندي في مكتبي بالله عليك، انت مش عارف انت جاي لمين ولا ايه؟ لا عارف. ورسول الله لا هخلي امها تقعد قدام الجوامع تمد ايديها تقول لله. هتطلق ومش هتدفع ولا جنيه. علشان سيبك من المؤخر ومن المهر ومن القايمه، سيبك من الكلام ده كله يا باشا. علشان انا ده العشم والله. عشان كده انا جيت لك يا باشا، وانت جاي المكان الصح. ابويا كان موصيني عليك وانا هعمل معاك الصح. رحمه الله عليه. انا هسيبك مع احمد 5 كده واعمل تليفون بره كده. خلاص ماشي. ماشي يا مستشار. ايه يا عريس؟ يا استاذ حماد. ايه يا عم مالك يا عم؟ كبرت بسرعه كده واتجوزت بسرعه كده. ايه بس؟ هي مراتك في البيت ولا روحت عند اهلها؟ لا روحت. طب حلو قوي. بص يا معلم انا مش هطول عليك. الكلام اللي اقوله حاول تحفظه ورايا عشان ده اللي هيتقال. تمام؟ تمام. احنا هنقول اللي هي مش نظيفه، معفنه، ولا بتغسل ولا بتطبخ ولا بتمسح ولا واخده بالها منك. هنا طبعا لازم يكون في طلاق للضرر. تمام. حفظت انا قلت ايه؟ تمام. ايه رايك؟ بصراحه يا استاذ حماده مش هينفع. اعتبر ان انا هكدب عليك. طب انا هكدب على ربنا؟ بصراحه يا استاذ حماده يعني نظيفه في بيتها، عمري ما شفت منها حاجه وحشه. بتقوم من الفجر تغسل وتمسح. شوف حاجه تانية يا استاذ حماده، مش هتنفع والله. اشوف حاجه تاني غير دي؟ انتهت ولقيناها. بص يا عم احمد، هي لسانها طويل، غلاطه، بتشتمك بابوك وبتشتم ابوك. خلاص؟ ما برضه مش هتنفع. شهاده لله يا استاذ حماده لسانها عمره ما طول، ولا عليا ولا على ابويا، وبتقوم لو هي واقفه قبليه، وعمر ما طلع منها العيب يا استاذ حماده، فبرضه مش هتنفع.
حاول تشوف حاجه تانية يا استاذ حماده. لا ما انت لازم تساعدني شويه بالله عليك، انت لازم تساعدني شويه. مفيش غيرها. هي بتخليك تروح الشغل وتنزل الشارع، تقعد مع الستات على عتبه الباب، تقعد مع دي ومع دي ومع دي، وبتاخد كلام، بتنقل الكلام ملباكه وعامله لك مشاكل. وطبعا رجاله الستات دي بيجوا يعملوا معاك مشكله ويتخانقوا معاك في البيت. ايه رايك؟ لا يا استاذ حماده، ما بتطلعش من البيت، ده انا ببعتها الطلب بتروح تقضي الطلب وتيجي في ثانيه، عمرها ما اتاخرت بره، ولا تتكلم مع دي ولا بتقعد مع دي ولا بتروح يمين ولا شمال، برضه مش هينفع يا استاذ حماده. دي شهاده لله يعني. انت كده شهاده لله ونعمه بالله، بس انت كده حيرتني معاك. بقول لك ايه، مفيش غير الكبيره دي اللي هتخلص وهتخلي كعبك عليها، هتعلي كعبك عليها وعلى امها. خلاص ماشي يا استاذ، معاك اهو. بص، اتفضل. اكيد عندك صوره ليها. اكيد. حلوه قوي. انت هتجيب لي الصوره دي تمام. ونشوف حد من العيال تبعنا بتوع الكمبيوتر هيركبها لك على صوره لا مؤاخذه عريانه. لا يا استاذ حماده، كده مش هينفع. ليه يا ابني؟ ده لسه على ذمتي ولسه مراتي. ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ حماده؟ ده لسه بحبها يا استاذ حماده، وعمري ما شفت منها حاجه وحشه. ده بتعشق التراب اللي بمشي عليه، تقول لي اعمل كده؟ طب ما عشان تاخد حقك يا لا يا ابني. استاذ حماده، مش عمره ما يبقى كده خالص يا استاذ حماده. ايه الصوره اللي انت بتقولها دي يا استاذ حماده؟ اقعد يا احمد، اقعد يا احمد. ايه يا احمد ضرب ليه كده يا استاذ حماد؟ ايه يا عم علي؟ ايه الاخبار؟ يا عم اخبار ايه يا عم؟ انا تعالى لي في قضيه كبيره يا جدع. انت جاي لي في حاجه هايفه قوي يا جدع. انت جاي لي في حاجه هايفه قوي. بص، ايه الموضوع ده كله حله كلمه واحده بس. ابوس ايدك ابعد عن ابنك. ابنك عايز يعيش. ابنك انا بقول له احنا هنقول هناك في المحكمه يا ابني مراتك غلطه بتغلط في ابوك. قال لي لا، ده بتقوم له واقف، ده بتحترم شبشبه. يا ابني مراتك ما بتطبخش ولا بتمسح. قال لي لا، دي استاذه نظافه، دي بتعمل اكل ما حدش بيعمله. يا ابني دي بتقعد مع الستات تنقل من دي وتسمع من دي وتقول لي دي وعامله مشاكل لابنك. يقول لي لا ما حصلش، ما بتخرجش بره البيت، ولما ببعتها المشوار بتيجي في ثانيه. قلت له على الكبيره بقى، ما انا خلاص، ما انا مش يعني انا مش عايز اعطلكم واعطل نفسي. بقول له هتجيب له صوره ليها وركبها على صوره عريانه، نعمل شويه همبكه كده، شغل كمبيوتر ما انت عارف. هنفضحها وانت هيبقى كعبك عالي. ابنك يرد عليا يقول لي ايه؟ امكن هيضربني. بقول لي ده لسه مراتي، ده انا بحبها يا عم، انا ما استغناش عنها. يا باشا ده عيل هايف، سيبك منه. سيبك انت من عيل هايف. لا بالعكس، ده راجل، ده عايز يعيش، ده عايز يعيش. انا اول مره تمر عليا حاله زي كده، واحد جاي عشان يطلق مراته ويطلعها من غير جنيه، واقول له الحلول يقول لي لا، الشهاده لله. ابنك يعرف ربنا، انت ليه ما تعرفوش؟ بص يا ابو يوسف، هي بس حاجه واحده بس اعملها عشان تمشي صح. سيب ابنك يعيش، سيب ابنك يعيش. ابنك اكيد تعب. انت شايف ابنك الواد جاي لي زي ما يكون ده انت زي ما يكون ضربه بره عشان يجي يطلق مراته. مراته مش عاجباك في ايه؟ هو انت حماك عايش؟ متوفي. متوفي يعني ابوها ميت وامها غلبانه زي ما انت بتقول. عندها اخوات صبيان؟ لا معلش. هي عشان ما عندهاش حد انت بتعمل معاها كده ولا عشان ايه؟ انت شايف ايه؟ لا مش انت شايف ايه؟ طب انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ بص يا حاج، اللي راح من عمرك مش قد اللي جاي. اللي راح مش قد اللي جاي. مرات ابنك مزعلك في ايه؟ عشان صوتها واطي؟ دي خبيثه. عشان بتقوم لك واقفه؟ دي بتلعب عليا، عايزه الورث، دي عايزه تمضيني على الورث. عشان بتسمع كلامك وبتقول حاضر ونعم، دي سحرالي، دي عامله لي عمل. البت دي محترمه، ما ينفعش تعيش معانا. طب انت عايز تطلعها من ابنك، وابنك سمع كلامك وعايز يطلعها، عايز تطلعها من البيت من غير حتى ابره في خيط، لا فرش ولا قايمه ولا 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 ولا. يا عم طب عايشه معاك بقالها ايا كان، يا عم افتكر لها حاجه حلوه. دي كانت بتقوم تلبسك الشبشب وانت رايح تتوضى وتصلي. احنا مشكلتنا في كده، كل واحد علامه الصلاه هنا قد كده اهو، وتعيشي معاه مع ابنه على الحلوه وعلى المر، وفي الاخر عايز يرميك وما يديكيش حاجه. يا عم يا عم بالله عليك ما يرضيش ربنا، سيب عيالكوا تعيش. هو انت ابنك ما صعبش عليك؟ طلقها هي، لو انا هجوزك ستها. اشمعنى؟ مزعلاك في ايه؟ مش مزعله ابنك، هي مش مزعلاه في حاجه، مزعلاك انت في ايه؟ عشان في الاخر عايز تاخد بنت الناس ترميها وراح لمحامي بتقول له بالله عليك انا عايز اطلعها وما ادفعش. يا جبروتك يا اخي. طب انت في الدنيا معاك محامي، في الاخر قدام ربنا سبحانه وتعالى معاك مين؟ يا عم الحاج ابنك عايز يعيش، بالله عليك سيبه يعيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.